عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحة وطول العمر. اليوم غنشارك معكم جديد طريقة اللي سهلة وجديد المغربي بطبيعة الحال. نتمنى يعجبكم لا فيديو، تشاركوه مع احبابكم واصدقائكم. نبداو مباشرة في المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 4 كيلو من اللحم، قطعته على هذا الشكل بشكل طولي باش تدخلوا العطرية مزيان، وحتى نلقاو كيفاش نديرو نعلقوه. بالنسبه للعطريه اللي غادي نستخدم، عندي هنايا 4 معالق كبار ديال الملح، كل معلقه يعني الكيلو ديال اللحم. انا بالنسبه لي هنا عندي واحد 4 كيلو ديال اللحم كما فايت لي قلت لكم. غادي نضيف الكمون بطبيعه الحال بلدي مطحون، وغادي نضيف سكينجبير او الزنجبيل مطحون طبيعه الحال 2 معالق كبار، والكركم اولا الخرقوم عرق مطحون. راس الحانوت عندي هنايا واحد راس معلقه، 2 معالق كبار من الابزار اولا الفلفل الاسود، عندي معلقه واحده من التحميره اولا بابريكا، ممكن تعوضوها سودانيه يعني الحار. ضفت هنايا قزبر يابس وهو اللي اساسي وضروري. كما كتشوفوا هنا درت 3 ديال المعالق، كنظن بانوا غير 2 ولكن لا، انا درت 3 المعالق كبار. وضفت هنايا كاس من الخل كما شفتوا. غادي نبقى نكب يعني نص ديال هذيك القرعه، تقريبا كاس ديال العنبه. بالنسبه ليا العطريه كلها بحال هكذا فزقت، يعني نحرك مزيان. الا كان الخل صحراوي معطر غادي يكون احسن صراحه. انا هنا استخدمت غير الخل الابيض، ممكن تستخدموا غير الخل العادي الاحمر اللي كيتباع. صافي هنا كنحركو مزيان وكنبدا ندوز في اللحم طرف بطرف باش كيتلبس مزيان بالعطريه كما شفتوا. نحكوه هكذا، مهم نلبسو مزيان بهاد العطريه هاد الخليط. غادي نبقى بحال هكا حتى غادي نكمل كميه ديال اللحم اللي عندي. بطبيعه الحال الطروفه ديال اللحم كتختاروا اللي بغيتو. هنايا عندي انا اللي فيهم العظم واللي ما فيهمش، واخا يكون فيهم العظم ماشي مشكل، ما تخافوش منهم، خاصهم غير يكونوا مقطعين رقاق ويكون داك العظم مهرس شويه باش يدخلوا حتى هو العطريه. وفي الاخير درتهم في بانيو كبير على هذا الشكل هذا، وغادي نبقى بحال الا كندلك في شي عجينه بحال هكا حتى يتلبس مزيان كامل بديك العطريه، وما تبقى حتى شي بلاصه ما فيهاش العطريه. هنا قلبتهم في هذا البانيو اللي كانت فيه العطريه باش ندخلهم الثلاجه. غادي نخليهم ليله كامله في الثلاجه، عاد الغد ليه نكمل معكم ان شاء الله. ما نخليوش شي بلاصه بحال هكذا ما فيهاش العطريه، كلشي نعمروه. هنا من بعد ما دازت ليله كامله كما كتشوفوا كيكونوا طلقوا مزيان في بعضياتهم. غادي نقلب عاوتاني البانيو كبير باش نخدم على راحتي، وغادي نضيف كاس ديال زيت الزيتون، ممكن تعوضوه غير بالزيت زيت نوار الشمس. هاد الزيت كتساعد على ان الحشرات حتى هما ما يوصلوش كالدبان وغيرهم. صافي عاوتاني غادي نعاود نحركو مزيان حتى توصلوا الزيت في جميع البلايص تيتلبس كامل بديك الزيت. علاش ما درتش الزيت قبل بليله؟ يعني الزيت كتمنع امتصاص العطريه، يعني اللحم ما كيمصش وما كيتشربش ديك العطريه مزيان الا كانت الزيت من قبل. كنتمنى يكون واضح. خاصنا ضروري نخليوه حتى الغد ليه عاد نضيفو هذاك الزيت. طبيعه الحال بالنسبه للملح
النهار اللي كنخبيوه من بعد ما كيكون تشمس وقصاح بطبيعه الحال. غادي نوريكم كيفاش في شي فيديو شورتس. خاصنا النهار اللي نبغيو نطيبو به نديروه شويه في الماء حتى يطلق ديك الملحه ديالو وتنقص، ومني نطيبو ما نديروش الملح، يعني ما نضيفوهاش. كنشرو على هذا الشكل في مكان مشمس بطبيعه الحال، كنفارقوا ما بيناتهم باش كيدخل الهواء والشمس ما بيناتهم. كنخليوه بطبيعه الحال 3 ايام اولا اسبوع حتى كيكرم، يعني حتى كنشوفوه كرم مزيان. وبطبيعه الحال في الليل كنغطيوه، يعني ضروري يتغطى اولا نجمعوه حتى نغط ليه عاوتاني الصباح ونعاودو نشروه. ضروري باش ما يكونش فيه ندى ديال الليل، يعني كيكون واحد الندى في الليل فكيفزق. ضروري يتغطى يا اما بزيف يا اما ببلاستيك. على العموم نتمنى يعجبكم لا فيديو، تشاركوه مع احبابكم واصدقائكم. ما تنسونيش من لايك والاشتراك الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه. وبسلامه.